بدأت مشروعي ان انا نزلت حاجه، ما كانش عندي امكانيات ان انا اعمل يعني افتح مطعم او الكلام ده، فنزلت حاجه البيت بتاعتي من فوق واشتغلت عليها لحد ما ربنا بقى. ده بوتاجازي، ودي حللي، ودي حاجه مطبخي كلها، يعني يعتبر مطبخي كله نازل تحت ما عدا بس التلاجة، لان طبعا ما ينفعش انزلها، نفضل نازلين طالعين على التلاجة، فانا بضطر ان انا اطلع كل شويه للتلاجة فوق اطلع الحاجه وانزلها تاني، انما كل حاجه مطبخي هي اللي شغاله الان شغاله عليها تحت. وطبعا بالنسبه للحاجه اللي انا بعملها على ايدي، يعني اذا كانت كفته او اذا كانت فراخ او اي حاجه انا اللي بعملها وانا اللي بتبلها، يعني بجيبها لحمه مفرومه وانا اللي بحط توابلها وبحط حاجتها وبعمل كل حاجه فيها، مقاديرها بكل حاجه دي انا اللي بعملها من الالف للياء، من لحمه مفرومه، ما بجيبش اي حاجه جاهزه. والفراخ برضو بنفس الطريقه، بجيبها واغسلها وانقعها واظبطها واتبلها وكل حاجه، انا اللي بعمل التتبيلات كلها.